السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده التمرين رقم 15، برنامج اعداد العامل. البرنامج بدأ يشد يا شباب وبدأ يخش في الجد. تابعني واعرف ان انا كل يوم بنزل لك تمرينه بتكلم فيها عن كل التفاصيل الخاصه جوه التمرينه، بشرح لك المجاميع الاساسيه وبشرح لك المجاميع الفرعيه، وبقول لك كل تمرينه بتتكون من ايه، وبقول لك معلومات مهمه جدا. وخليني ابدأ بالمعلومات المهمة. أول حاجة لازم تكون السباحين اللي عندك عامل لهم كشف وعارف أدائهم الفني، أدائهم التحملي عامل إزاي، عندهم قدرة تحمل تقدر تطبق عليهم البرنامج ده ولا لأ. تاني حاجة، ودي نقطة مهمة جدا، السباحين لازم يكونوا اتعلموا كل مهارات السباحة، أدائهم اتطور بشكل ملحوظ علشان كده تقدر تنمي المهارة عندهم. تالت حاجة، ودي برضو نقطة مهمة جدا، السباحين لازم يعملوا استرتشات قبل ما ينزلوا المية علشان ما يجيلهمش إصابة لا قدر الله أو يحصل لهم أي كرامبات. خلينا نبدأ في التمرين النهاردة ونقول إن التمرين عبارة عن مجاميع أساسية ومجاميع فرعية. المجاميع الأساسية هي ورم أب، بريمين، من ست طويلة شوية النهاردة بس لذيذة، الريكفري، بعد كده التوتال 1800 متر. التمرينة عبارة عن دريلات وعبارة عن عومات كاملة وبتخدم، والأهداف بتاعتها واضحة وجميلة جدا. هنبدأ دلوقتي بالورم أب، وقلنا إن الورم أب بيبدأ واحدة واحدة لغاية لما يثبت معانا حوالي 300 400 متر كل تمرينة. فالورم أب عندنا هو التسخين، عبارة عن 400 متر حرة بنركز فيهم على الترنات، على الاستريمات. السباحين يعوموا في دايرة يعني سيركل. السباح يبقى عايم كل 3 نفس، يبدأ كده يعوم بشدة متوسطة علشان ما يحصلوش كرامب وعشان نخش في الأهداف الخاصة بالتمرين. البري مين عندنا عبارة عن 200 متر، 4 في 50 كيك فري يعني ضربات رجلين حرة، 25 أندر كيك زائد 25 أوفر كيك، هيد أب فاست كيك 90%، الريست 30 ثانية. يعني إيه الكلام ده يا كابتن؟ يعني عندنا 25 سباح بيبقى رايح طبعا وشه بره الميه، بيعمل ضربات رجلين اندر ووتر، رجليه ما بتبقاش سامعها تمام، بيبقى جسمه مفرود وبيتحكم في حركة الرجلين، بمعنى ان احنا عايزين نعرفه يعني ايه رجلين اندر، يعني ايه رجلين اوفر. السباح يبقى فاهم جميع مهارات السباحة. 25 الاولى بتبقى رجلين اندر، رجليه جوه الميه ما بنسمعش صوتها اطلاقا. 25 الاوفر عبارة عن كيك اوفر، يعني ضربات رجلين قوية جدا. كل ده الهيد بوزيشن اب، يعني راسي بره المية، دراعاته شغالة سكالينج، الشدة 90 يعني شدة عالية شوية. الريست ما بين المجاميع 30. ليه بنحط الريست 30؟ عشان السباح يريح وفي نفس الوقت هديله معلومة، ثبت له مهارة، صحح له خطأ. طيب المين ست عبارة عن كيلو 1000 متر دريلز، كلها دريلات. الدريلات ساعات بتبقى إجباري وساعات الدريلات بتبقى اختياري. الدريلات الاختياري دي بتكون للسباح أو للكابتن، إنما الدريلات الإجباري البرنامج بيحطها علشان يضمن بيها أهداف هو عايز يوصل لها. إيه الدريل الإجباري النهاردة؟ عبارة عن مجموعة 2 3 4 مجاميع. أول مجموعة البريست، تاني مجموعة على الدولفين، تالت مجموعة الفري ستايل، رابع مجموعة على الباك. يعني بنقوم دريلات على المتنوع، كل دريل عبارة عن 4 في 50 أو 6 في 50. المجموعة الأولى عندنا 6 في 50 بريست أرم ويز دولفين كيك ويز هاند بادلز. حلوة جدا، دي جميلة أوي العمل دي يا شباب. احنا بنلبس الهاند بادلز في إيدينا وبنعمل دراعات بريست، ولكن مع وسط الدولفين رجلين دولفين، وبنثبت جلايد عدتين تلاتة ويبدأ السباح يعيد تاني. ليه بنعمل الدريل ده؟ عشان نعلم السباح ان الاتاك بتاع البريست المتقدم مش في التعليم، المتقدم بيكون فيه دوسة بالصدر، غير لما اكون بحرك دراعاتي بس وجذعي ثابت. هنا بزود معاهم ان انا بروح بصدري في المية، ومعاها كمان انسيابية التردد بتاع الحركة او تكملة الحركة هي رجلين دولفينية. عبارة عن 6 في 50، الراحة بتاعتهم 30 ثانية والشدة 85، يعني عايمين بشدة متوسطة، فالتكنيك بتاعها لازم يكون عالي. اول مجموعه كده خلصت، ببدا اركز طبعا الهيد بوزيشن لازم يكون ثابت، الجذع بيتحرك مع الاتاك، الدراعات بتاعت الميه بتطلعش بره الميه، انا قايم على وش الميه، كوعي محافظ على مستوى كوعي، مش غرقان ومش عالي على وش الميه. الرجلين الدولفينيه برضو نفس الكلام، بدوس بيها جوه الميه مش بره الميه. خلص 6 في 50، هنخش على المجموعه التانية برضو 6 في 50، 25 دولفين كيك ارم سايد، 25 دولفين كيك هاند بوزيشن 11، الريست 5 والريست 30 والشدة 85. يعني ايه الكلام ده يا كابتن؟ يعني الستة في 50 عبارة عن وانت رايح 25 دولفين كيك ايدك جنبك. السايد ده بيقولوا عليه، في ناس بتقول سولجر او في ناس بتقول ان البوزيشن ده اسمه هيومن او ايدك جنبك مش هتفرق، بس ارمز ات سايد يعني ايدك لازقه في المايو، تطلع بظهرك وبتدوس بصدرك والثبات بتاع العدتين.
مهم جدا برضو ان السباح يكون بيعمل جلايد، فاهم يعني ايه الدوسة جوه المية بتاعة الوسط، والدوسة لما يكون في دراعات بيكون خارج المية. 25 اللي بعديها عبارة وانت راجع عبارة عن دولفين كيك هاند بوزيشن 11، يعني ايديا الاتنين 11، بطلع برضو بضهري وبدوس بصدري، بحافظ على الهيد بوزيشن، بحافظ على الهاند بوزيشن، بحافظ على البادي بوزيشن. مهم جدا ان السباح يبقى فاهم ان اي كيك دولفين هي جوه المية، اما الدولفين سويم او دولفين دريلز فهي عبارة عن دوسة بره المية ودوسة جوه المية. بعد كده هنخش على المجموعة التالتة، هي 4 في 50 فري ستايل ديفرنت دريل ايش، يعني متغير، دريلات متغيرة، 50 رايت 50 ليفت 85% الشدة ريست 30 ثانية. ايه الكلام ده يا بطل؟ يعني 4 في 50 فري ستايل دريل مختلف، كل 50 بغير، بس مهم جدا ان انا اركز على الدراع اليمين واركز على الدراع الشمال، بمعنى ان انا ممكن اروح ال 25 الاولى في ال 50 الاولى شغال بدراع واحد فقط، شدة هيومن مثلا وباخد نفس شغال جوه المية، او شغال كاتش كامل بس شغال بدراع واحد، وانا راجع 25 التانية بغير الدراع وبكرر تاني بس ما بعملش نفس الدريل. دريلات الحرة كتيرة قوي، يعني في كباتن كانت بتقولي ان الدريلات الحرة قليلة، بالعكس الدريلات الحرة كتيرة قوي جوه المية وخارج المية. في نص شدة حرة ده دريل، في شدة حرة هيومن بنفس جوه المية ده دريل، في الريكفري اللي انا بشد وبعمل دراع بره الميه وبرجع الدراع تاني فوق الميه وبدخل ايديا بعمل حركه عكسيه، يعني شديت وطلعت ايديا بره الميه ونزلت بيها برجعها تاني فوق الميه وبرجعها من عند المايول قدام، حركه عكسيه زي ما عملت 180 درجه. طبعا الكباتن هتفهم الكلام ده، زي ما عملت 180 درجه شده ورجوع بعمل 180 درجه رجوع وشده بس جوه الميه عكسيه، برضو بتدي مرونه للمفصل وبتخلي السباح يتحكم في دراعه اكتر مع ضربات الرجلين، وانا رايح اليمين راجع الشمال. في دريلات ايه تاني يا كابتن؟ في الثبات على الهاي البو، بنسميه كذا اسم، في شارك دريل، في ثبات، في ايا كان المسمى، الثبات على الهاي البو، في الثبات على الستريت ارم، في دراع بنفس وفي دراعين من غير نفس. كل دي دريلات، في دراع، في سايد ستروك، كل دي دراع، كل دي دريلات بتخدم سباحة الكرول. كل ده بيساعدنا ان احنا نطور مستوانا في الكرول ونوصل بالسباحين اللي معانا لافضل النتائج. طيب خلصنا الأربعة في 50 فري ستايل ديفرنت دريل ايش 50. هنخش على المجموعة الرابعة، عبارة عن 4 في 50 باك ستروك، باك ستروك ديفرنت دريل 50، برضو بنغير كل 50، الشدة بتاعتنا 85 والراحة 30 ثانية. يعني ايه الكلام ده يا كابتن؟ يعني بعمل نفس اللي عملته على الكرول اعمله على الباك، كل 4 في 50، كل 50 بعمل 4 في 50، كل 50 أنا بغير الدريل. عندنا ايه الدريلات بتاعت الباك، من اول دريلات الرجلين لغايه دريلات السويتش دريل اللي بشتغل فيه على الريكفري ال دريل، في دريلات بشتغل بيها على الشده، في دريلات بشتغل بيها على الوان ارم، في دريلات بشتغل بيها على التو ارم. ايا كان الدريل لازم السباح يفهم كل الدريلات ويعرف يطبقها كويس، علشان دي بتفصل حركه. وانا شرحت لكم قبل كده وقلت لكم يعني ايه دريلز. دريلز هي عباره عن تمرينات لتحسين اداء العومه، مهم جدا السباح يبقى فاهم الكلام ده علشان مستواه يتطور. طيب كده احنا خلصنا الريكفري، وصلنا الى الريكفري عبارة عن 200 متر دبل باك شرحناها قبل كده، والتوتال عندك 1800، فتمرينة بدأت تشد شوية. التمرينة دي لو اتطبقت صح جميل قوي 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 هتجيب نتيجة هايلة مع السباحين، ومفيش مانع ان التمرينة دي تتكرر مرتين، بمعنى ان انا دلوقتي عندي تمرينة رقم 15 فانا عندي بكرة التمرينة رقم 16، ممكن ادي تمرينة رقم 16 وارجع اكرر التمرينة دي تاني. مادام انت في فترة اعداد عام مش ضروري تمشي بنفس التسلسل بتاع التمرينات، ممكن تمرينة تشوف ان هي السباحين ما استفادوش بيها، انت ما شرحتهاش احسن حاجة، التارجت بتاعها ما وصلتلهوش، عيدها تاني مفيش اي مشكلة. يعني ده مش منهج يعني اصم اللي هو مجبر تتمرن كل تمرينة وتمشي بحذافيرها، كل ده تمام، ولكن التمرينة اللي تحس ان ما قصرت فيها مع السباحين، الحضور عندك ما كانش احسن حاجة في الغياب والحضور، ادائك انت كمدرب ما كانش افضل حاجة، مفيش اي مانع ان انت تكرر التمرينة دي مرة واتنين، يعني كده مرة ممكن تكررها المرة التانية وممكن تكررها المرة التالتة، مفيش اي مانع، بس يفضل ما يكونوش ورا بعض. يعني انت بتدي مثلا 4 وحدات في الاسبوع، 5 وحدات، ما ينفعش اديها نفس التمرينة كل يوم. لو وصلت معايا لغاية هنا يبقى انت مهتم بالسباحة. لازم تعرف ان انت البرنامج ده خاص بالناشئين، هو برنامج اعداد عام بيخدم الفئة
من اول فئة 11 سنة الى فئة ال 15 سنة. حتى لو متدرب كبير سنه ووصل معاك ان هو بقى اداؤه بيتطور معاك في المية وشايفه بقى ملحوظ اداؤه، طبق البرنامج ده. حتى لو انت شخصيا مدرب بدأت عايز تطور من مستواك، البرنامج ده بيخدم فئات كتيرة عمرية. تمام، احنا بنشتغل على التوتال وبنحاول ننوع في الدريلات علشان نوصل بأفضل أداء. اللي أنا عايز أقوله إن الفترة اللي جاية إن شاء الله هنبدأ نخلص برنامج الإعداد العام، هنخش على برنامج الإعداد الخاص، بيكون في عبارة عن السبرنتات بتبدأ تزيد، الشدة بتبدأ تزيد. برضو احنا بنعمل تستات في أول برنامج، هتلاقي فيه مسافات لازم تكون عارف قياس السباحين اللي معاك، مستواهم الفني عامل ازاي، قياسهم في كل عومة 50 و100 و200، عشان تقدر تحدد السباحين دول هل مستواهم بيتطور ولا مستواهم ما بيتطورش، ادائهم الفني عامل ازاي. كل ده طبعا انت بتحدده اثناء تشغيل وتفعيل البرنامج ومتابعة البرنامج ومتابعة السباحين. اي سؤال او اي استفسار ابعت لي، هتلاقيني برد عليك على طول. ولكن مهم جدا برضو تقول لي السباحين اللي معاك فايت كام سنة، وصلت معاهم لايه، ارقامهم بتتحسن ولا لا. شكرا يا شباب، واتمنى لكم التوفيق.